الأهرامات كيقولوا المؤرخين أنها تبنات سنة 1600 قبل الميلاد، أي ما يقارب أكثر من 4500 عام. فراه غير تخيل معايا باش تبني واحد المبنى اللي الطول ديالها أكثر من 145 متر وعدد الأحجار ديالها أكثر من 2 مليون، وكل حجرة كتوزن أكثر من 2000 كيلو. فراه هذا خلاها أنها تكون وحدة من العجائب الدنيا السبع. وغير باش نقربكم للصورة، فراه التوين سنتر العلو ديالها غير 115 متر، يعني باش تهز واحد الحجره الوزن ديالها اكثر من 2000 كيلو وتطلع الفوق ديال التوين بلا رافعات بلا حتى شي حاجه اللي كانوا. هادشي اللي خلى العلماء يعطيو بزاف ديال الفرضيات وبزاف ديال الاحتمالات. منهم اللي كيقول ان الفراعنه ماشي هما اللي بنوهم بل جاو ولقاوهم، كاين اللي كيقول ان الفراعنه استعنوا بالسحر والجن باش بنوهم، وكاين اللي كيقول انه ماشي الفراعنه بل واحد الفضائيين هما اللي جاو وحطوا دوك الاهرامات ومشاو. وهذا احتمال اللي كنبعدوه بزاف. اليوم غادي نشرح لكم هذا الموضوع كامل، كيفاش حتى تبنوا الاهرامات وشنو كاين لداخل ديال الاهرامات وكيفاش حتى تمت السرقه ديالهم. المهم ما تنساش دير ابوني للقناه وخلي واحد لايك للفيديو وشي كومونتير زوين. يلا نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. الهرم الاكبر فاش يلاه تبنى كان الطول ديالو 146 متر، ولكن دابا قل واحد شويه. علاش؟ حيت ديك القمه اللي الفوق اللي بالذهب تشفرات، والمساحه ديالو في الارض اكثر من 230 متر مربع، اي تقريبا اكثر من 2 تيرانات ديال الكره. البدي ديال الهرم اي هذوك 3 الطبقات الاولين مبنيين بواحد الطريقه احترافيه، ولكن من بعد ما كانوش بديك الطريقه المثاليه، قالوا انه بغاو يختصروا الوقت. وبالنسبه للحجر اللي مبني به كاينين جوج الانواع. كاين واحد الحجر اللي سميتو الجيري اللي كاين غير قريب فهاديك البلاصه اللي كاين فيها الاهرامات، والحجر الثاني اللي هو الجرانيت اللي كانوا كيجيبوا واحد المدينه في الاخر ديال النيل. الهرم عنده باب رئيسي لحد الان سادينه، ما كيدخل منه حتى شي واحد. السياح كيدخلوا من واحد البلاصه اخرى. هذاك الباب الرئيسي الا دخلتي منه كاينين جوج ديال الطرقان، وحده كتطلع لفوق وحده كتهبط لتحت. الا هبطتي مع ديك التحتانيه بقى واحد القبر ما كان مدفون فيه حتى شي واحد، ولكن قالوا كانه الملك خوفو كان باغي يتدفن تما، ولكن من بعد بدل الراي ديالو. الا طلعتي من هذيك الطريق الفوقانيه في الاول غتلقى القبر ديال الملكه، من بعد واحد 8 متر لواحد الطريق مصوبه بواحد الطريقه احترافيه بزاف، تما فين غادي يكون القبر ديال الملك اللي مبني بواحد الطريقه مأمنه بزاف. وتما داير به داك الحجر الجرانيت اللي الوزن ديالو كيفوت الوزن ديال الاخر، تقريبا كتوصل لكل وحده ل 10 طن، اي ما يقارب 10000 كيلو في كل حجره وحده. بنيين 3 ديال الطبقات من الفوق ديالو باش يكون مأمن اكثر، ومدفونين معاه الثروات ديالو. علاش؟ حيت في الحضاره الفرعونيه كانوا كيامنوا انه راه كاين واحد الحياه من بعد الموت، لذلك خصنا ندفنوا معاه هذيك الثروه ديالو سوا الذهب ديالو باش من يحيى يلقى داكشي. يقولوا كاين انهم كيدفنوا معاه حتى العبيد ديالو كيدفنوهم حيين باش يخدموه في ديك الحياه الثانيه. وهاد جوج قبوره سوا ديال الملك ولا سوا ديال الملكه كل واحد فيهم عندهم واحد جوج ديال الطرقان اللي كيخرجوك برا ديال الهرم. من بعد غطاو هادشي كامل بالحجر الابيض وداروا ديك القمه ديال الذهب. بعد شي اعوام بعد الحضاره الفرعونيه غيجيو شي شفارات اللي غيكونوا عارفين هاد الخريطه بالضبط، وغيدخلوا وغادي يشفروا كاع داكشي اللي مدفون سوا مع الملك سوا مع الملكه، وحتى ديك القمه اللي بالذهب حتى هي ما غيخليوهاش، حتى هي داوها. من بعد سنين مصر غتاخذ هذيك الحجر الابيض وغتبني به شي حوايج في وسط المدينه ديالها. شي علاش ولينا كنشوفوا الهرم بهذه الطريقه هذه. الهدف ديال الاهرامات باقي لحد الان عليه نقاش. كاين اللي كيقول دار باش يكون قبر ديال الملك فرعون، ولكن وكاين اللي كيقول عاوتاني ان الفراعنه ماشي هما اللي بناو الاهرامات بل واحد المدينه طالنتس اللي كانت قبل هما اللي بنوهم، من بعد جاو الفراعنه وتنسبوا ليهم. ودابا غادي ندوزو لاهم فقره في هذا الفيديو اللي هي كيفاش حتى تبنى هاد الهرم. سؤال اللي صعب بزاف حيت ما كانوش شي ادوات. عمليه البناء استغرقت تقريبا 20 عام. كاين اللي كيقول انه بنوه مئات الالاف ديال العبيد، ولكن هاد النظريه تثبتات انه ماشي بصح، حيت لقاو المقابر ديال الناس اللي بنوهم كاينين تقريبا حدا الهرم. قبر في الحضاره الفرعونيه يعني راه كيعطيك شي حاجه، يعني كيعطيك قيمه، يعني ما يمكنش تكون عبد وعندك قبر. حيت باش توصل واحد الحجر اللي الوزن ديالو اكثر من 2000 كيلو كما قلنا وتوصلوا لواحد العلو 140 متر، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. وهنا اللي كيقولوا انه الفراعنه استعنوا بالسحر والجن باش يعطيهم واحد القوه ولا باش يتعاون معاهم باش يبنيو هذاك الهرم.
وهنايا كاينين بزاف ديال النظريات. كاين اللي كيقول لك انهم ماشي هما اللي بنوهم، بالعكس هما غير جاو ونسبوهم ليهم. بزاف ديال الفرضيات. حنا غادي ناخذوا واحد الفرضيات اللي علميه اللي كيقولوا كيفاش تبنى، ولا كيقولوا انهم كانت بناو واحد العقبه اللي طالعه مع الهرم، وكل ما طلع الهرم كتزيد طلع حتى هي. ولكن هذه ماشي تثبتات انها ما يمكنش تكون صحيحه. علاش؟ حيت كون داروها كانت غتاخذ واحد واحد الكميه ديال الحجر اكثر من اللي غادي يستعملوه في الهرم، دونك ماشي صحيحه. النظريه الثانيه انه بناو واحد المنحدر داير على الهرم، وكل ما طلع الهرم هذاك المنحدر غادي تا هو كيطلع. ولكن حتى هي هذه النظريه ما تثبتش انها صحيحه. علاش؟ حيت كون داروها فاش كتدور شي حاجه على واحد البناء ما كتكونش عندك ديك النظريه الصحيحه كيفاش غادي يطالع داك البناء، وتقدر يخرج لك فيه شي لافوت ولا شي حاجه. دونك حتى هذه استبعدوها. والنظريه الثالثه اللي قالوا انه واحد 90% تكون صحيحه، هي نيت بناو منحدر ولكن من الداخل ديال الهرم، دونك غادي يبقاو يشوفوا من برا كيفاش داير، ومن الداخل هي فاش خدامين. وفعلا هذه تقريبا كانت هي النظريه القريبه للحقيقه، وما كاينينش شي دلائل بالضبط اللي كتثبت انه كيفاش تبنى، ولكن هادشي كامل كيبقى غير فرضيات. ودابا عرفنا كيفاش تتبناو الاهرامات، وعرفنا حتى شنو كاين لداخل وكيفاش تتشفر. فراه كيبقى واحد من اعظم البنايات في العالم. راه حتى اواخر ديال سنه 1800 كان هو اطول مبنى في العالم، من بعد جا برج ايفل هو اللي حطمه. حتى من الماسونيه فراه خداتو رمز ليها. الا شفتوا الرمز ديال الماسونيه فراه كاين الراس ديال الهرم هي اللي دايره. حتى لهنا غيكون سالي الفيديو ديالنا. ما تنساش تخلي لايك، سبسكرايب، شي كومونتير زوين. نشوفكم في فيديو جديد.